صراحة اف ام، الخبر لحظة بلحظة. يعني الحركة غير مشاركة وغير ممثلة داخل تشكيلة الحكومة التي تم الإعلان عنها مساء اليوم من طرف سيد رئيس الحكومة المكلف. نحن بطبيعة الحال نحترم هذا الخيار ونتمنى لسيد رئيس الحكومة المكلف التوفيق في مساعيه، سواء الحصول على ثقة وللعمل بعد ذلك على الملفات الأولويات التي تنتظر حكومته في المرحلة القادمة. نحن على كل حال فيما يخصنا سنعلن موقفنا النهائي من هذه الحكومة بعد دراسة تركيبتها بشكل تفصيلي، وأيضا دراسة برنامجها وأولوياتها في المرحلة القادمة. وعلى ضوء هذا التقييم للتركيبة من جهة يعني البرنامج والرؤية والأولويات في المرحلة القادمة سنحدد موقفنا من هذه الحكومة، وسنعلن عنه بالتأكيد بعد اجتماع مؤسساتنا وقبل أن يتم التصويت على الثقة على هذه الحكومة داخل مجلس نواب الشعب في الأيام القليلة القادمة. صراحة اف ام، الخبر لحظة بلحظة.